السلام عليكم هوانم وأفنديت مصر المحروسة زمان. هي الصور الحلوة دي فعلا كانت في مصر زمان؟ أيوة فعلا بلدنا كانت أحلى من الصور. يلا تعالوا معانا جولة في شارع الهرم زمان من سنة 1800 وطالع. وأول صورة معانا شارع الهرم في العشرينات. شايفين التخطيط والنظام كان إزاي؟ الحارة الأولى اللي على اليمين للعربيات، والحارة التانية للناس والحيوانات، أما بقى الحارة التالتة للترماي علشان يمشي فيها. شايف يسطا جمال مصر المحروسة زمان كان ازاي؟ ده غير النظافة والهدوء النفسي. وهنا بقى صورة قديمة جدا من 160 سنة، وبيظهر فيها الفيضان جنب الهرم، ومجموعة من الأطفال معاهم حمار وناس تانيين، وكمان واحد راكب فوق الجمل. وهنا صورة من سنة 1877، وبيظهر فيها أهل مصر زمان والهرم والفيضان. شارع الهرم في القرن ال19، وهنا ناسنا الطيبين قاعدين في الأرض تحت ظل الشجر، وبيظهر الأهرامات الثلاثة والفيضان. ودي من أحلى الصور اللي في شارع الهرم سنة 1901، ومجموعة من الجمال وأجدادنا الطيبين. صورة نادرة من شارع الهرم سنة 1905. لقطة قديمة جدا، والشارع هادي مفيهوش غير راجل بسيط شكله جاي من زرع وشايل برسيم، وفي أوتومبيل فيه ست وأفندي. الصورة سنة 1915. وهنا خط الترماي لما كان جنب الهرم سنة 1902. صورة للترماي في شوارع الهرم سنة 1917. شايفين المصريين قاعدين ازاي فوق الترماي؟ الله على المنظر الجميل وهدوء ونظافة الشارع، وعربية الحنطور والخيل اللي ماشي براحته. ده منظر للأهرامات في شارع الهرم. الصورة من سنة 1875. شارع الهرم المريوطية سنة 1946. الشوارع هادية ومفيهاش زحمة وتكدس، وعسكري المرور واقف في نص الشارع. شارع الهرم سنة 1934. مجموعة من الجمال محملة بضايع وماشيين في صف واحد، والشارع برضو كان هادي. صورة سنة 1908. لقطة نادرة جدا لترماي شارع الهرم ماشي فوق كوبري المريوطية في الجيزة سنة 1929. وهنا بقى الأوتومبيلات وعربيات الحنطور مالين الشارع، والأفندية ماشيين بالبدل والطرابيش. إنها مصر زمان يا سادة. شارع الهرم سنة 1914. الله على الروقان. شايفين الأفندي اللي واقف بيتأمل في الهرم والمناظر الحلوة اللي حواليه؟ كم كنت أتمنى إني أعيش في هذا الزمن. الصورة جميلة جدا من شارع الهرم سنة 1887. صورة نادرة لخط الترماي في شارع الهرم سنة 1926. شايفين شكل الأوتومبيل زمان كان حاجة كلاسيك وجميلة، ولا شياكة وأناقة الهوانم كنا ولا الأجانب في الفترة دي. وعلى فكرة الأجانب زمان كانوا بيجوا مصر عشان يشتغلوا جرسونات وحلاقين، والموضة كانت بتنزل زمان في مصر قبل ما تظهر في باريس.
صورة فيها خط الترماي وواحد معاه عربية شكله بيبيع طيور. الصورة من شارع الهرم سنة 1914. الصورة القديمة دي بتاخدك عالم تاني، ناس مصر زمان وخط الترماي من بعيد الأهرامات والفيضان، وده كان في سنة 1908. شايفين جداتنا الشجيانين راكبينه على ظهر الجمال محملين بضايعهم وأكل عيشهم، وفي كمان جدتنا شكلها جاية من السوق وشايلة خيرات ربنا. الصورة من شارع الهرم سنة 1903. ودي برضو صورة من سنة 1903 ولقطة من شارع الهرم، والشارع كان هادي وبيظهر واحد وسيلة مواصلاته حماره. لقطة قديمة من شارع الهرم سنة 1897، وبيظهر في الصورة أم وأولادها قاعدين على الأرض وعربية حنطور، وفي كمان واحد واقف في المية. الله على المنظر الحلو ده، دي أجمل صورة عجبتني في الفيديو. أهل مصر زمان والجمال ومنظر الفيضان كأنه نيل. اللي بيشوفوا الصور دي دلوقتي هيقول ده نيل مش فيضان، لكن ايه اللي جاب النيل جنب الهرم؟ دي فيضانات زمان كانت بتغرق الدنيا قبل ما يعملوا السد العالي. صورة لشارع الهرم سنة 1890. الجمال والهرم سنة 1912. حبايبنا المصريين الطيبين، عربية حنطور وحمار، وصورة من سنة 1890. شارع الهرم سنة 1903. كل الصور الشارع كان هادي ومفيهوش ناس، إنها المحروسة زمان يا أفندية. اركب الحنطور وتحنطر، ولقطة قديمة خالص من سنة 1880. آخر صورة معانا جداتنا بالبلاص وبيرعوا الغنم بتاعهم وشايلين البلاص وكمان مليان مية. شارع الهرم سنة 1920. وكده تكون خلصت صورنا.